يا هلا بيكم يا رجالة المحروسة، ومعاكم إيمان عبد الله في حكاية جديدة لواحد من رجالة بلدنا اللي اسمهم مكتوب بحروف من ذهب في تاريخ مصر الحديث. تخيل معايا راجل كان مؤسس النادي الأهلي وأول واحد نادى بمقاطعة السلعة الأجنبية عشان نضغط على الإنجليز، وفي بيته تكون الحزب الوطني اللي غير وش مصر وساند ثوار ليبيا ودعمهم دعم منقطع النظير في حربهم ضد كليون. فاكرين عمر المختار؟ الراجل ده كان سند كبير ليه. شخصيتنا النهاردة يا جماعة حمد الباسل باشا. حكايتنا بتبدأ سنة 1871 في الفيوم، وتحديداً في قرية الباسل اللي اتسمت على اسم عيلته العريقة. أبوه كان محمود الباسل، شيخ العرب المعروف جداً في وقته، وده له قصة غريبة قوي إنه كان من المناضلين الكبار اللي شاركوا في ثورة عرابي وطلع عليه حكم بالإعدام وهرب. بس الإنجليز بدل ما يعدموا محمود راحوا مسكوا أخوه رحيم وأعدموا مكانه. تخيل الصدمة. فطبعا حمد كبر في بيت وعيلة كارهة جدا للإنجليز، وده اللي زرع جواه روح المناضل من صغره. قعد حمد في الفيوم طول فترة طفولته، وفي سنة 1885 أبوه توفى. وهنا حصل حاجة يمكن ما تسمعتش عنها كتير. حمد كان عنده حوالي 12 أو 13 سنة بس، وبصفة استثنائية في الفترة دي الخديوي أمر بتعيين حمد عمدة للقرية. أيوة، عمدة وهو طفل. مفيش عمدة كان عنده السن ده في الوقت ده خالص، بس ده حصل. حمد بقى عمدة في السن ده، وكان بيباشر الأرض وشؤون القرية كأنه راجل عنده 25 سنة وعنده خبرة سنين. والرغم صغر سنه كان عمدة محبوب جدا، وأهالي القرية الحقيقة كانوا بيثقوا فيه وما كانوش معترضين إن طفل صغير هو اللي ماسك دفتهم. حمد الباسل كمل تعليمه المدرسي بس ما كملش جامعة، لكنه كان متقن للغتين الإنجليزية والفرنسوية بشكل مبهر، وده اللي خلاه يقدر ينخرط ويتعامل مع كبار المجتمع وسادته في الوقت ده. وبدأ يتعرف على الزعيم الكبير سعد زغلول، ومن هنا ابتدى حمد الباسل باشا يدخل وبقوة في الحياة السياسية في مصر. في سنة 1910 نال حمد رتبة البكوية، وبعدها ب4 سنين يعني سنة 1914 بشوية، خلاص بقى باشا. وبدأ اسمه يتعرف في مصر كلها إنه مناضل جبار، وخصوصا إنه كان هو اللي بيجمع شيوخ العرب في مصر وبيربط بينهم عشان يوحد صفهم في نضالهم ضد الإنجليز. وعشان يقرب من الساحة السياسية اللي كانت بتولع في القاهرة، قرر حمد الباسل إنه يشتري بيت في منطقة القصر العيني. والبيت ده بالذات مهم قوي في تاريخ مصر، لأن هو البيت اللي تم فيه الاتفاق على تكوين حزب الوفد. أيوة، النواة الأساسية لحزب الوفد اتكونت في بيت حمد الباسل باشا في القصر العيني. اللي كانوا حاضرين ومؤسسين للحزب كانوا سعد زغلول، محمد باشا محمود، وعبد اللطيف المكباتي. وطبعا يدوب خبر تأسيس حزب الوفد انتشر، الإنجليز ما كدبوش خبر، وعلى طول قبضوا على الأربعة الكبار مؤسسي الحزب. وفي 9 مارس سنة 1919 بات الأربعة العظماء دول في سجن الثكونات العسكرية. وتاني يوم الصبح الإنجليز رحلوهم لبورسعيد، ومنها على باخرة لجزيرة مالطا كمان فليهم. في معلومة كتير منكم هيعرفهاش، بس هي اللي ولعت الدنيا. في 15 مارس 1919 أول ما أهل الباسل عرفوا بخبر اعتقاله ثاروا ثورة شديدة جدا، قاموا وهجموا على اسم الشرطة، وتخيلوا بقى اعتقلوا المأمور الإنجليزي بنفسهم. الموقف ده يا جماعة هو اللي كان بداية شرارة ثورة 1919 في كل أنحاء مصر. ومن يومها 15 مارس ده بقى العيد القومي لمدينة الفيوم احتفالاً بالموقف التاريخي ده. بعد الثورة دي الإنجليز ما كانوش عايزين الوفد يتفق معاهم على أي حاجة غير الجلاء التام، لكن الوفد في سنة 1920 أصدر بيان شديد اللهجة وطبعه على منشورات ووزعه في الشوارع بيرفض أي اتفاق مع الإنجليز ما يكونش فيه جلاء كامل عن مصر. الإنجليز لما شافوا المنشورات دي في الشوارع قبضوا تاني على زعماء حزب الوفد وتم اعتقالهم. وفي 14 مايو 1923 محكمة عسكرية بريطانية حكمت على زعماء حزب الوفد بالسجن 7 سنين وغرامة 500 جنيه على كل واحد فيهم. في الفترة دي وفي عز الشد حمد الباسل طلب من الشعب المصري يعمل مقاطعة شاملة. تخيلوا، مقاطعة في الوقت ده! وفعلا الشعب المصري استجاب وقاطع السلع والخدمات الإنجليزية زي البنوك وشركات التأمين وشركات الشحن. والقرار ده أثر اقتصاديا جدا جدا على الإنجليز وقتها، وخلاهم يحسوا بوجع حقيقي في جيبهم. في سنة 1928 اتوفى الزعيم سعد زغلول،
وطبعا النحاس باشا تولى رئاسة حزب الوفد. النحاس رشح حمد الباسل إنه يبقى وكيل عمال حزب الوفد، لكن حمد رفض بكل تواضع وقال جملته المشهورة: في هذه القاعة في ناس أصلح مني إنهم يتولوا وكالة حزب الوفد. ده يبين لك قد إيه الراجل ده كان متواضع وبيحب مصلحة البلد فوق أي منصب. حمد الباسل كان معروف بلقب شيخ العرب. إيه حكاية اللقب ده؟ هو أصل من قبيلة عربية عريقة، فكان بيحاول دايما إنه يبني صلات وعلاقات قوية مع كل القبائل العربية، مش بس في مصر، لأ في العالم العربي كله. والحقيقة إنه دوره ده ساعد مصر كتير جدا في تنمية العلاقات، مش بس مع الحكومات في الدول العربية، لأ كمان مع أفراد القبائل المختلفة هناك. ودي كانت نقطة قوة كبيرة لمصر في العلاقات الدولية والإقليمية. من المواقف اللي مش معروفة قوي عن حمد الباسل إنه ساعد المجاهدين الليبيين مساعدة جامدة جدا، أمدهم بالسلاح والمال، وكان صديقه عمر المختار بيعتمد عليه اعتماد كلي. واحد من أهم أسباب صمود المجاهدين الليبيين ضد الطليان بزعامة عمر المختار لفترة طويلة كان دعم حمد الباسل ليه. وبما إنه شيخ العرب، كان هو ممثل قبائل البدو اللي شاركوا في وضع دستور 1923، وده دليل على مكانته وقوته وتأثيره في كل طبقات المجتمع. من المواقف المعروفة جدا لحمد الباسل إنه كان أول زعيم مصري يقابل رسميا الملك عبد العزيز آل سعود أول ما مسك حكم المملكة العربية السعودية. ونشأت بين الملك عبد العزيز آل سعود وحمد الباسل صداقة قوية جدا، لدرجة إن حمد الباسل تبرع ببيته الخاص في القصر العيني عشان يبقى أول سفارة للمملكة العربية السعودية في مصر. تخيل الكرم والجدعنة دي. كان معروف عن حمد الباسل إنه راجل بيحب الإصلاح، يعني لما يلاقي حد زعلان أو اتنين متخاصمين لازم يتدخل ويصلح ما بينهم. وده اللي حصل بالظبط لما كان السبب في إن مصطفى النحاس باشا زعيم حزب الوفد يتصالح مع محمد محمود باشا زعيم حزب الأحرار الدستوريين. طبعا التلاتة كانوا أصدقاء، بس الخلافات السياسية أحيانا بتفرق، وموقف حمد الباسل ده ساعد الزعيمين دول يرجعوا متصالحين ويتعاونوا مع بعض لمصلحة البلد. من المواقف الطريفة اللي حصلت مع حمد الباسل باشا في النمسا، أو النمسا زي ما بنقولها بالعامية، إنه كان هناك مع وفد مصري بيزور النمسا. حصل حاجتين في الوقت ده: أولاً كان في خلاف بين أفراد الوفد المصري نفسه، وثانياً حمد الباسل وهو بيزور إحدى الكنائس هناك تبرع ليها بمبلغ 300 جنيه. وقتها ال 300 جنيه دول كانوا مبلغ كبير جداً. خبر التبرع ده وصل لملك النمسا، فملك النمسا قرر يعزم حمد الباسل باشا وكل أعضاء البعثة المصرية. والموقف ده خلى أفراد البعثة يتصاحوا مع بعض، لأنهم كلهم طبعا هيتعزموا عند الملك وما ينفعش يروحوا يتعشوا وهم متخاصمين. حمد الباسل حصل على درجة الباشوية من تركيا العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى، ولما الخلافة العثمانية انتهت بعد الحرب العالمية الأولى خد ميدالية تقدير من جمهورية تركيا. وده بيبين لك قد إيه تأثيره وصل لأبعد الحدود. لكن الأهم إن حمد الباسل باشا فضل مرتبط ببلده الفيوم ارتباط شديد، كان بيحب أهلها حب كبير، وده خلاه ينشئ مدارس ومستشفيات، وكان أول واحد يقيم فرع لبنك مصر في الفيوم، وعمل ملاجئ وغيرها من المشاريع الخيرية اللي فضلت تخدم أهل الفيوم سنين طويلة. وفي سنة 1907 شارك باسل باشا في تأسيس النادي الأهلي، وده كان من أول الداعمين للكيان الرياضي الكبير ده. وفضل باسل باشا يحضر جلسات مجلس النواب بانتظام، وده دليل على حبه الشديد للسياسة وحبه لمصر. وما كانش ينسى إن مصر لسه ما خلصتش من الاحتلال الإنجليزي بشكل كامل. في مرة من المرات باسل باشا تعب وجاله برد عادي، الدكاترة نصحوه إنه يقعد في البيت وما ينزلش عشان ما يجهدش نفسه، لكن باسل باشا صمم إنه ينزل ويحضر جلسات مجلس النواب بانتظام، حباً في بلده وواجباً نحوها. وللأسف الشديد اشتد المرض عليه بسبب إجهاده ده، وفي 9 فبراير 1940 توفى باسل باشا بعد فترة مرض قصيرة جداً. رحمة الله على واحد من أكبر المناضلين في الجزء الأول من القرن العشرين، حمد الباسل باشا، اللي ساب ورث كبير من النضال والعطاء والإصلاح. بكده تكون حكايتنا عن حمد الباسل باشا خلصت يا رجالة المحروسة. وقبل ما نختم حلقتنا دي عن الأسطورة حمد الباسل باشا، عايز أقول لكم حاجة مهمة قوي يا رجالة المحروسة. لو عجبتكم الحكاية دي واللي قبلها واللي جاي، ما تنسوش تشتركوا في قناة رجالة المحروسة هنا مع إيمان عبد الله.
اعملوا سبسكرايب دلوقتي حالاً وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا إشعار بأول ما أي حلقة جديدة تنزل. اعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكوا وسيبوا لنا رأيكم في التعليقات تحت، منحب نسمعكوا. الأهم من كل ده، شاركوا الحلقة دي مع كل أصحابكوا وحبايبكوا على الواتساب وفيسبوك وكل حتة. كل ما بتشاركوا، حكايات رجالة المحروسة بتوصل لناس أكتر وبنكبر سوا. شكر خاص لكل رجالة المحروسة اللي بيدعمونا دايماً. دعمكوا ده هو وقودنا اللي بيخلينا نكمل ونجيب لكم كل قصة تستاهل إنها تتحكي. أشوفكوا في حكاية جديدة من حكايات رجالة المحروسة. سلام يا رجالة.